سيرين عبد النور حديث السوشيال ميديا. تصرفات غير لائقة، تصرفات غير أخلاقية، تصرفات مستفزة للعالم وللجمهور كله. من فترة يومين تقريبا طلعت الفنانة سيرين عبد النور مع الفنان العراقي سيف نبيل وزوجها، وكان في كذا حدا على الطاولة معهم على السهرة. لكن اللي ثار الجدل وثار الفضول عند العالم ان تصرفاتها لسيرين كيف كانت لازقة بالفنان سيف نبيل، ويا ريت انه بس قعدت معاه وتصورت وهيك، لا ضلت كل الحفلة معاه، والمشكلة كانت كتير قريبة منه. وكان في يعني انا اللي لاحظته انه هي اللي عم تعمل الحركات اللي غير لائقة. يعني بتشوفوا الفنان سيف نبيل كان قاعد وحتى يعني ما حابب هذا الشيء اللي عم يصير، لكن كان مثل كأنه عم يسايرها. يعني هي اللي كانت عم تبادر بالحركات وبالتصرفات، والمشكلة انه زوجها قاعد بجنبها على الطرف الثاني، ولا عملت له حساب ولا عملت له قيمة لزوجها بهاي التصرفات اللي عم تعملها. يعني هاي الحركات كان لازم تعملها مع زوجها وتبذل الاهتمام لزوجها وتكون متقربة من زوجها، لكن اللي صار العكس تماما، وظلت لازقة بالفنان سيف نبيل طول السهرة. وهذا الشيء يعني شعل موجة من الغضب عند الجمهور، وكتير صار في عليها انتقادات وصار في كومنتات سلبية عن الموضوع. فهذا الشيء جدا غير لائق بفنانة مثلها. يعني سيرين عبد النور ما هي فنانة قليلة، يعني هاي التصرفات جدا بشعة بحقها كفنانة. وحتى كان لازم الفنان سيف نبيل، يعني ما بعرف أنا ما بنعرف شو نحكي، لأنه هو كان بداخل الموقف، لكن موقف جدا بشع جدا. الصورة اللي كانت جدا بشعة، وخصوصي إنه الزوج موجود معاهم على الطاولة. يعني سيف نبيل يعني ما عرف شو بده يعمل على ما أظن، وكان بتحسوه مثل خجلان أو مرتبك كمان، فما عرف شو يتصرف بهيك وضع. هل بتشوفوا حركاتها هي متقصدة من شان تطلع ترند، أو لحتى تصير حديث السوشيال ميديا، ولا في أشياء تانية نحنا ما بنعرف فيها؟ وفي كتير فيديوهات طلعت عن لغة تحليل الجسد إنه زوجها كان حاطط إيده بين رجله، وبتحسوه إنه عم يضبط توتره، عم يضبط الغضب اللي فيه بهاي الحركة. وكان حتى عم يدخن، كان يعني ما مبسوط أبدا بالمنظر اللي كان عم يشوفه، لكن بتحسوه كان عم يضبط أعصابه بالغصب. يعني حتى بتحسوه للفنان سيف نبيل كان محترم وجود زوجها، وحتى بتحسوه كان خجلان ببعض اللقطات. يعني هو اللي كان عم يقدر انه زوجها موجود معهم على الطاولة، وهي ما كان في حدا عم يهديها، وكل ما لها تزيد العيار وتزيد الأحضان وتزيد الضمات، ما بعرف شو كان صاير بمخها الصراحة. لكن صورة كتير بشعة انه نشوف فنانين مثل هدول عم يطلعوا بهاي الصورة الغير لائقة على العلن، وخصوصي يعني قدام زوجها. ومع العلم بتعرف انه كان في كاميرات، وبتعرف انه هاي الفيديوهات رح تنتشر وراح ياخدوا عنها صورة بشعة. لكن السؤال اللي بدي اسألكم اياه، هل عن جد حقيقة الفنانين هي بهاي الشكل؟ يعني هل هي حياتهم الحقيقية بهاي الطريقة؟ يعني هي ولا نحنا ما كنا شايفين وهلأ صرنا نشوف؟ بدي تعطوني آراءكم بالكومنتات بكل صراحة. وقبل ما تعطوني آراءكم بالكومنتات لازم تكونوا مشتركين بالقناة لحتى أشوف الكومنتات تبعيتكم، لأنه في تحديث جديد. اللي ما بكون مشترك بالقناة ما بقدر شوف الكومنتات تبعه. ولا تنسوا تحطوا لي لايك على الفيديو. أول شي من شان الصورة الاجتماعية، وتاني شي أخلاقيا يعني جدا بشع. يعني بالنسبة لسمعتك وسمعة الفنان سيف نبيل، ما بعرف شو بدي أحكي كمان.